بديل شهادة 22% و19% بالبنك الأهلي وبنك مصر بأعلى عائد لمدة عام 23.5%. تعال نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول في جنيه هتلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق كل رابط الشهادات وأفضل استثمار لك. لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. حاليا الجميع بيبحث عن أعلى عائد بعد انتهاء شهادة 18% بالبنوك وإصدار شهادات جديدة، ويبحثون عن أعلى عائد لربط أموالهم على أعلى عائد، وخصوصا بعد إصدار منذ فترة شهادة 25% و22.5% وغيرها من الشهادات لمدة عام، ولكن تم إيقافها قبل نزول مستحقات شهادة 18%. وفي الاجتماع الأخير تم رفع أسعار الفايدة بمقدار 200 نقطة أساسي أي 2%، وتم إصدار شهادات 22.5% متناقصة، أول عام 22% وتاني عام 18% وتالت عام 16%، وإصدار شهادات لمدة 3 سنوات أخرى بعائد 19% شهري. ولكن بيتساءل الكثير عن عائد لمدة عام سنة واحدة فقط، وأعلى فايدة اليوم هنتعرف عليها في الفيديو وكيفية استثمار أموالك لمدة عام واحد بأعلى عائد. ولكن قبل ما نعرف ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشارك الفيديو واللايك للفيديو عشان يظهرلك كل الفيديوهات القادمة. تعال بينا نشوف أعلى عائد 23.5% سنويا، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أسعار الفايدة على أذون الخزانة لتصل إلى 23.5% في آخر طرح لها، حيث بلغت أذون الخزانة لأجال 273 يوم إلى 23.48%. كما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة لمدة عام إلى 23.47%، ومتوسط أذون الخزانة ل91 يوم 21.80%، والعائد على 182 يوم 23.2%. وبيصرف العائد هنا مقدما ويخصم 20% عند استحقاق الإذن في النهاية، ولتعويض ذلك يتم استثمار العائد مقدما إما في أذون خزانة أخرى أو شهادات، وبتعوض الضريبة اللي هتتخصم منك 20% وبتاخد عائد أعلى من الشهادة. وانتظر مننا الشهادة القادمة، شهادة هامة جدا، فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يظهرك الفيديو القادم.